اهلا 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 بالبطل. اهلا. اهلا وسهلا يا استاذه فريده، ازي حضرتك؟ انست وشرفت. الله يحفظك. اتفضل. متشكر. تشرب ايه؟ متشكر يا فندم، ربنا يخليكي. الحقيقه انا بجد بشكرك انك فكرتي فيا وكلمتيني في التليفون. انت مش فاهمه مكالمتك ديت ردت فيا الروح قد ايه. الحقيقه انا اتفرجت على الحلقه بتاعتك امبارح. انا اتبسطت منها جدا وفي نفس الوقت اتضايقت، خاصه انك حطيت ايدك على نقطه مهمه قوي، وهي الاذى اللي بيتعرض له الطفل. انت ربنا كان معاك وقدرت تشرح موقفك قدام الراي العام كله، بس في ناس لسه لحد النهارده مش عارفه توصل صوتها. وكمان اللي ساعدك اكتر الاغنيه اللطيفه اللي انت غنيتها لبنتك. اهو الاغنيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي انا الفتها وانا في السجن. مامة البنت ما تراجعتش؟ عرفتي منين؟ ما هو اكيد بعد ما شافت الحلقه ولقت ان كل الناس متعاطفه معاك لازم هتجيب ورا. والله يا فندم هو ده حقيقي فعلا. هي فعلا كلمتني بعد البرنامج وخلتني اشوف نور بره حق الرؤيه. بس تخيلي يا استاذه فريده، انا لما رحت شفت نور لقيتها فين؟ فين؟ لقيتها بتغرق في البسين. ايه؟ مش معقول. كانت في تمرين السباحه بتاعها ومامتها كالعاده ولا هي جنبيها ولا عينها عليها. الحمد لله ان ربنا الهمني ولحقتها في اخر لحظه. اي حاجه تتعرض ليها بنتك لازم تبلغ نجدة الطفل وتاخد رقم البلاغ. طب وانا لما هبلغهم هيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ ده ممكن يروحوا للبنت لحد باب البيت عشان يطمنوا عليها. القانون ادانا اكتر من 20 حاجه عشان نطمن بيها على الطفل، وعايزاك تحفظ الرقم ده كويس. 16 3 صفار، رقم نجدة الطفل. والله يا فندم قانون الاحوال الشخصيه دوت متعب قوي قوي. في 50 طريقه وطريقه. ده انا كل ما اروح لمحامي يقول لي طريق غير التاني. انا تعبت. انت ما جربتش تسقط الحضانه؟ لا يا فندم، ما جربتش ومش عايز. انا مش عايز البنت تتحرم من باباها ومامتها يا استاذه فريده. انا عايز حل يرضي الطرفين ويفيد البنت بس. انت حطيت ايدك على حاجه مهمه جدا، وده اللي خلاني اتصل بيك، لان الكيس بتاعتك هي اللي هقدم بيها على حق الاستضافه. انا بقالي سنين عايزه ارفع القضيه دي عشان انت لا تتحرم منها ولا هي تتحرم منك. بص يا استاذ ادهم، حق الاستضافه مش مجرد رؤيه لبنتك لمده ساعه او ساعتين، لا، دي حياه كامله، انك تشوف بنتك وتعيش معاها زيك زي اي اب طبيعي في الحياه. القانون حاليا بيدرس حق الاستضافه لمده يوم او يومين في الاسبوع، وممكن كمان تبات معاك لو الحاله النفسيه مستقره للطفل. طيب وفي الوضع بتاعي دلوقتي القانون ده يعني هيتطبق بموافقه نبيله ولا بايه؟ والله لو ظهر اي سوء نيه او تعنت من ناحيه نبيله، المحكمه بتحكم على ان ده اضرار بالطفل. وفي سوابق قانونيه كتير بالنسبه للموضوع ده، زي مثلا ان هي تمنع الاستضافه او تشوه صوره الاب، فالقاضي ساعتها بيحكم لصالح الطفل. يعني في الوضع بتاعي دلوقتي مصلحه نور النفسيه جزء مهم من القضيه؟ ايوه طبعا، القاضي دايما بيحكم لمصلحه الطفل. لو قدرنا نثبت ان وجودك معاها محقق لها الاستقرار النفسي، ده هيحقق طلبنا في الاستضافه. الحقيقه الطفل محتاج يعيش مع الاتنين، يشوف الاتنين ويحس ان هو زيه زي اي طفل طبيعي في المجتمع، وده اللي هنحاول نثبته في المحكمه. عموما ما تقلقش، انا هتابعك خطوه بخطوه، بس ممكن قبل ما اتخذ الاجراءات كلها اقدر اتكلم مع مدام نبيله؟ كلميها يا فندم، بس مش هتوصلي لحاجه. استاذه فريده، انا كل اللي يهمني في الموضوع نور بنتي وبس. انا هتابعك، بس اهم حاجه تعمل لي التوكيل بسرعه. من بكره يا فندم هيكون التوكيل عند حضرتك. انا متشكر جدا يا استاذه فريده، ربنا يخليكي لينا يا رب. الو. ايوه يا رضا، في ايه؟ طيب انا عند المحاميه دلوقتي. طب اقفل انت دلوقتي، هكلمك بعدين. استاذ ادهم، لو عايز بنتك تبات في حضنك ممنوع تتكلم مع اي حد بخصوص اي حاجه بتحصل هنا. حاضر.
مش كل الناس شهدوا في صفي. طب والمدرسه مستنيه ايه عشان تاخد قرار؟ شهادة نور. طب خلاص يا ستي، الحمد لله ان الموضوع واقف على شهاده نور بس. نور بتحبك، واكيد اي كلام هتقوله هيبقى في صفك. خير ان شاء الله. إن شاء الله خير. يا بختكم ببعض انت ونور. انت كمان يا بخت باباكي بيكي. انت عارف انت خلتني اشوف ابويا؟ انا؟ ايوه انت. انا كنت زعلانه منه قوي، واللي انت عملته مع نور خلاني اروح له واواجهه. على فكره اللي انا عملته ده مش حاجه سهله يعني. انا بس اللي ممكن اكون مستقوي حبتين اليومين دول، علشان مفيش حاجه اخاف منها ولا ازعل عليها. وانا كل اللي يهمني يا مريم ان بنتي تفضل في حضني، وتبقى عارفه ومتاكده ان ابوها موجود وبيحبها. خدي بالك من باباكي شويه، وحاولي تعوضيه عن الوقت اللي انتوا ما عشتوهوش فيه مع بعض. على فكره هو اكيد محتاج لك دلوقتي اكتر ما انت محتاجه له، بس هو مكسوف يقول لك. ابويا غلبان. المهم، نبيلة اخبارها ايه؟ صحيالي من الصبح عماله تجر في ناعم. شكل البرنامج بتاع امبارح هو اللي جننها. انا بس اللي مش فايق لها دلوقتي. كفايه عليا اللي حصل لي الصبح مع نور. خير كفى الله الشر، ايه اللي حصل؟ نور كانت هتغرق في البسين. ايه؟ هي كويسة؟ الحمد لله، بقت احسن كتير. بس حبيبتي وهي في حضني النهارده كنت حاسس ان هي مش عايزه تسيبني خالص. يا ادهم، الخلافات اللي بينك وبين نبيلة لازم تتحل عشان نور تبقى احسن. ربنا بعت لي من عنده محاميه اسمها فريده اباظه. هي اللي طلبت تمسك القضيه. فريدة أباظة دي مشهورة قوي، انا عارفاها. بيقول. لا ده كده فرجت خالص باذن الله. يا رب. اتفقت معاك على ايه؟ شكلها كده ماشيه في حق الاستضافه. بجد؟ يا ريت. خير ان شاء الله، انا متأكدة انه خير. ايوه يا ادهم، انت فين؟ طب بقول لك ايه، انا عامله لك صينيه بسبوسه بالقشطه، انما ايه، هتاكل صوابعك وراها. بس بقول لك ايه، تعالى على طول ما تتاخرش عشان خاطر الصينيه ما تبردش. ماشي؟ طب خلاص ماشي، انا مستنياك، اوعى تتاخر. يلا سلام. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورتونا وانستونا. ده نوري كمان السعاد. اهلا. امال فين ادهم؟ عايزين نسلم عليه. على وصول يا حبيبتي، على وصول. اصل ادهم ابني بيحب شغله قوي، وساعات كتير كده ينسى نفسه فيه، زي بالظبط وهو صغير كان بيحب المذاكره زي عينيه. انا متهيألي ان ادهم ابني ده هو الطفل الوحيد اللي كان بيحب يروح المدرسه.